أهلا بكم أعزائي المشاهدين في تاني لقاء لينا في برنامجكم نجوم الإبداع. وزي ما عودتكم مفتتح شعري: ويثور الخامد من خلف القضبان، فيصيح العارف بالسجان، ما عدنا نهوى كي نهوى، ما عاد العالم إنسان. تدنيس الموتى قننه شيطان ذبح العرفان، وقضاء يهزي أحيانا، مصلوب فيه الميزان. فلا تعجب أبدا من قوم إن عبثوا بين الأديان، إن صاروا قدما للخلف أو حتى نحو البركان. ولا تسأل صمتي عن صمتي، فكلانا رفاة الإنسان، وإن ضل بعضي من بعضي قد تضمر بعض الشطآن. من يعصي الله ولا يجهل لا ينقص قدر الرحمن. أعزائي المشاهدين، النهاردة حلقة خاصة. النهاردة معنا شاعر لقبته بالشاعر الإسلامي لتناوله للسيرة النبوية، ولتناوله للصحابة، ولتناوله للتاريخ الإسلامي. النهاردة معنا شاعر لما اتسأل من أنت قال: أنا مغربي المنشأ، مصري الهوى، عربي الانتماء. النهاردة معنا شاعر مغربي، معنا الشاعر أحمد الحضراوي. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا أستاذ أحمد. ليه أنت قلت التعريف بتاعك مصري الهوى؟ أولا إن مصر بلد مذكور في القرآن الكريم، هو محور الكون، هو محور الوطن العربي. مصر ليست بالبلد الجديد أو الجديد النشأة. مصر يوسف، مصر موسى، مصر مارية القبطية، فلا بد أن أكون مصريا رغم عني. عندما سئلت من بعض الأصدقاء هل زرت الأهرامات، فكانت إجابتك جميلة جدا. قد قلت إنني لم أزر الأهرامات لكنني أريد أن أسمع منك. يعني أصدقائي في المغرب أو في بلجيكا يسألوني هل زرت الأهرامات، فأقول لهم لم يكن عندي وقت لأزوره، فيقولون كيف تذهب إلى مصر ولا تزور الأهرامات وهي معلمة وهي شيء معروف في العالم كله، يعني أحد عجائب الدنيا السبع. فقلت لهم لقد زرت معلمة صنعها المصريون، معلمة حديثة ألا وهي ميدان التحرير. يعني بالنسبة لي كان الحضور في ميدان التحرير أعظم من الحضور أو من زيارة الأهرامات. أعظم من زيارة الأهرامات. أستاذ أحمد، أنت ليه تلقيبك بالشاعر الإسلامي أو تبنيك للقضايا الإسلامية أو استعراض السيرة النبوية؟ برضو عايز ألفت نظر السادة المشاهدين أن أنت تميل إلى المعلقات، قصائدك ما شاء الله طويلة. المعلقات هي الأصل، هي البداية. فعلى كل شاعر يريد أن يبدأ شعرا أو يكتب شيئا أن يبدأ من الأصل. لماذا أكتب في الشعر الإسلامي؟ لأنني منذ بداية كتابتي عندما كنت صغيرا كنت أريد أن أكتب شيئا له قيمة، شيئا ملتزما، شيئا مبني على مقولة بسيطة قرأتها لأحد الأشخاص اسمه محمود الوراق، يقول فيها: قل من الشعر ما يبقى لك ذكره ويزول عنك إثمه. ويترجمها أحد الشعراء يقول: أرى الإنسان مهما كان يفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فكان لابد أن يكون اتجاه شعري كله شعرا فطريا يخاطب فطرة الإنسان ولا يخاطب هواه أو نشواته. أستاذ أحمد، أنا قدامي كتب كتير جدا، قدامي شذرات، قدامي قصائد في زمن قدامي آمنت بالإسلام، قدامي شيء من المنفى، أعمال كثيرة. بالرغم من كده قلت لي إن بداية الحقيقية في مصر مع دار كليم للنشر. طبعا عندما نقول دار كليم نقول الأستاذ الكبير والشاعر الكبير ومفخرة مصر وابن النيل والبحر، الأستاذ الكبير أحمد بخيت. أستاذ أحمد بخيت ده مش مفخرة مصر بس، ده مفخرة مصر والعالم العربي كمان. والعالم العربي والعالم الأوروبي، حتى في أوروبا يعرفونه. يعني وقعت لي قصص غريبة أن أناس لا يتكلمون اللغة العربية ويعرفون شخصه ويعرفون حلمه وطيبته ويعرفون قدره التي قد ينكرها بعض المصريين، ويعرفون مكانته الإبداعية. يعني كل من يقول أنني أكتب شعرا أو يريد أن يتعلم في مدرسة الشعر فلا بد أن يمر من هنا من مصر وأن ينحني إجلالا وتكريما لأحمد بخيت. أحمد بخيت إن زي ما أنت حضرتك بتقول لو كان ينكر قدر بعض المصريين، فإنكارهم دوت يعتبر من بعض النفوس اللي فيها غيرة
او غير، لكن مش ما يقلش من قدره العلمي او مكانته الادبيه اطلاقا. لا ابدا. يعني بالنسبه لنا احمد بخيت على فكره لما دخل مسابقه امير الشعراء، بالنسبه لنا هو امير الشعراء في المسابقه. هو امير الشعراء، ولذلك تردد صيته بعد المسابقه، يعني هو اشهر ممن يعني تناولوا ممن حصلوا على المرتبه الاولى. نعم. لا ولو ترقبت كمان فقره الارتجال، كان لما الشاعر ما يقدرش يطلع ويبتدي في فقره في بحر من البحور، كان على طول المقدم بيقول استاذ احمد بخيت اتفضل. طبعا، لان شوف هناك من الشعراء، انا الشعر عندي سبحان الله العظيم ثلاثه. هناك من الشعراء من اذا رايته فعليك ان تقبل راسه. احمد بخيت منهم. هناك من الشعراء من اذا رايته فعليك ان تقبل يده. حسان بن ثابت المتنبي، بدون كبر ولا خيلاء. وهناك من الشعراء الذين يجب أن تتخذهم تلاميذا لك، وهذا مسألة معروفة، لأن هذه مقامات. أحمد بخيت يعني هو شاعر متميز جدا، ولكن كما يقول المثل كل نعمة محسود، فنتمنى إن شاء الله أن نبرز مقامه العالي وإبداعياته وكتاباته وشعره التي تعتبر رؤية فلسفية وجودية. أنا أنبهر عندما أقرأ له بصراحة كبيرة. جميل جدا. عشان كده أنت بتقول بدايتك الحقيقية وبداية ميلادك مع الشاعر أحمد بخيت في دار كليم، النشر. أستاذ أحمد، أنت عامل ملحمة الملك المظفر قطز. إيه سر أو فكرة بداية الملحمة معك؟ في الحقيقة بعد زيارتي الأخيرة لمصر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم على لسان يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. دخلتها غريبا فوجدت نفسي فيها يعني أنال حفاوة واستقبالا لم أكن أحلم به. مصر هي البلد الوحيد في العالم الذي تدخله أسيرا وتدخله يعني مهانا ثم يرفعك مكانا عليا. التاريخ مثلا سيدنا يوسف لما دخل مصر دخله هو أسير عبد، فأصبح عزيزا مصر. لماذا؟ لأنه رغم أنه دخلها يعني إنسانا مهانا وتعرض لإهانات كثيرة، السجن وكذا، لكنه بعد ذلك